اتخرجت من الجامعة ولغاية دلوقتي ما بتعرفش تتكلم انجليزي؟ اوعدك لما تكمل الفيديو ده هتلاقي الحل بين ايديك. عشان تتكلم انجليزي احفظ كلمات كتير. الفرق الرئيسي ما بين اي حد بيحاول يتعلم انجليزي وما بين المتحدث الاصلي للغة واللي بتحس انه بيقول الجمل بدون ما يفكر ثانية واحدة هو ان المتحدث الاصلي مش بيتكلم انجليزي من خلال حفظ كلمات منفردة ومذاكرة قواعد الجرامر. لا، ببساطة المتحدث الاصلي للغة مش بيكون اصلا جمل، هو حافظ جمل. نقولها تاني، المتحدث الاصلي للغة مش بيكون جمل، هو حافظ جمل. لو حبيت تقول لحد خفض السعر شوية هتقول can you do better on the price. لو حبيت تقول لحد الساعة كام هتقول له have you got the time. عشان تتعود تتكلم بالسهولة دي لازم تبدأ رحلتك مع الإنجليزي بالطريقة دي. احفظ جمل مشهورة بتتقال كتير وتعود من بداية رحلتك مع الإنجليزي إنك تتكلم بالجمل. وده اللي بقدمه لك في مجموعة كتاب أهم 5000 جملة هتحتاجهم في الإنجليزي. هتلاقي فيهم أكتر من 5000 جملة و40 محادثة جاهزين للاستخدام فورا، مغطين لك أكتر من 300 موضوع في اللغة. ومش أي مواضيع، دي المواضيع المهمة جدا اللي تقريبا مفيش أي محادثة بتخلو منهم. لو أنت في المواصلات، لو بتاكل، لو بتحجز في فندق، لو بتبيع وبتشتري. كمان في قسم مخصوص للبيزنس انجلش حوالي 140 صفحه، هتلاقي جمل ومحادثات عن الميتنج وعمل الايميل والبرزنتيشن والتفاوض وانك تتكلم مع مديرك وتعمل انترفيو وخدمه العملاء وغيره من المواضيع كتير. وعشان تنطق الجمل صح هتلاقي الكتاب متسجل باكسنت امريكي 100% اللي مسجلهم واحد من امريكا. ده بالنسبه لاهم المواضيع في الكتاب. طيب لو عايز تتقن الانجليزي من A to Z زي ما بيقولوا، هتلاقي ماتيريال اضافيه ومعاها كتيب الخطه اللي بيقول لك هتذاكر ايه كل يوم وهتذاكره ازاي والمده قد ايه، وده عشان تريح دماغك تماما من اي شيء غير انك تدخل تطبق على طول. نيجي بقى للقسم الثاني من المجموعه وده اهم قسم. اللغه عامله زي المتاهه والشاطر اللي يطلع منها في اسرع وقت. واحسن ناس تقول لك ازاي تطلع منها باسرع وقت وباقل مجهود وباعلى نتيجه هم البوليجلوتس، ودول ناس بتتكلم اكتر من 4 لغات واحيانا 5 واحيانا اكتر من 12 لغه. الجميل ان في كتب مشهوره بتتكلم عنهم وعن اساليبهم وازاي يتعلموا كل اللغات دي في الوقت القصير ده. انا بقى قرات كل الكتب دي واختصرتهم لك في الخمس كتيبات دول، يعني انت معاك الزتونه زي ما بيقولوا. ثانيا، كتيب ذاكره ضد النسيان، لو بتذاكر وبتنسى دايما بعد ما تطبق اللي في الكتيب ده مشكلتك هتتحل تماما. انترفيو بلا اخطاء، ازاي تاخد الوظيفه اللي انت عايزها من اول انترفيو، الاجابه هتلاقيها هنا. كتيب عمل بلا اعذار، وده هيحل لك مشكله التشتت وعدم التركيز. كتيب 51 قانون للتفاوض، هتعرف فيه ازاي تحقق مكاسب في اي عمليه تفاوض. استثمر في نفسك واطلب الباكج دلوقتي وهتوصل لك لغايه البيت.